بصراحه قدم مباراه كبيره جدا، بدليل انه يعني اللاعب الوحيد اللي كان بارز في الغرافه بسبب انه يتحرك كثيرا بسبب امكانياته الكبيره والعاليه جدا نيني، وصنع كره جميله جدا. هنا نشاهد الجمهور، لكن هنا شوف يعني حتى شوف ما بين ثلاثه لاعبين يعني ما في مجال ابدا، ما في مجال ابدا. يبغى مثلا نيني شاهد انه الحارس متقدم وحاول انه هو يباغته. طيب عمليه بناء الهجمه من الخلف بالنسبه للغرافه ضعيفه جدا لالتزام لاعبي الغرافه بالجانب التكتيكي الدفاعي. على ضوء كلامك كابتن محمد عبد الجواد، الغرافه يريد ان يخرج من هذه المباراه على اقل شيء بتعادل بنقطه، لانه أليكس ما شاهدناه تماما، بريشيانو ما شاهدنا، كل امورهم ومهامهم دفاعيه. لورنس في بعض الاحيان يعني يحاول مسانده سيسي من الخلف، ولكن ما عدا ذلك سيسي صراحه أسوأ من في ارضيه الملعب. للاسف أسوأ من في ارضيه الملعب. الجانب الاخر يعني خلينا نتكلم ان فريق الغرافه احترم فريق الاهلي، عارف قوه فريق الاهلي، ما فتح لفريق الاهلي، كان يسكر المناطق ويعتمد على اطرافه بالذات جهه الشمال اللي تحرك فيها نيني. لذلك الغرافه عارف انه هو من خلال مستواه بالدوري وادائه هذا يرجع للمدرب، انه ما غامر، ما قال انت تقدر انت تجاري فريق الاهلي وتفتح على الاطراف، ممكن يعمل مشاكل في وسط الملعب عليه. نعم لذلك نعم اغلق مناطق الوسط والدفاع ولعب بحذر. من خلال الصور نشاهد بان الاهلي ايضا اعتمد على التسديدات الى ان اتت واحده من مصطفى بصاص. لا تعتقد ربما هذه الفلسفه خاطئه مع قاسم برهان، مع حارس جيد بان تسدد من بعيد؟ يعني حتى كان هناك اعتراض من بعض لاعبي نادي الاهلي على عماد الحوسني يسدد من بعيد. شوف حمد، هذه واحدة من الحلول المتميزة اللي موجودة في النادي الأهلي. يا سلام. يعني هنا بصراحة ماني عارف ايش كان يبغى يسوي الكورة، لكن شوف لاعب كان ضاغط عليك، لاعب ضاغط عليك وانت ظهرك للخصم وظهرك على المرمى، وان تلف بالكورة وترجع مرة ثانية وتكسر نفس اللاعب. يعني هو لف. أنا لا أتحدث عن هذه اللقطة، أنا أتحدث بشكل عام. بشكل عام التسديد، هذه لقطة ناجحة لا مفر منها. أوكي يعني. لكن هنا التميز انك انت تحاول مرة واثنين وثلاثة، انت عندك اكثر من لاعب يجيد التسديد. شوف هنا اثنين على لاعب، لكن هناك محاولات، ولكن في النهاية ما في فرصة للاعب الاهلاوي انه هو تكون عنده مساحة كافية. إذن هو الحل المناسب في تنظيم، في وسط تنظيم مدافعي نادي الغرافة مع الوسط. هذا هو الحل، التسديد من الخارج، فكان يعني بالفعل حل ناجح، سجل منها هدف. إلى الآن نجح النادي الأهلي في يعني الاستفادة من عملية التسديد، لأنه حتى تيسير الجاسم في الجهة اليسرى لم نشاهد تيسير الجاسم، لكن دائما اللي يتابع تيسير الجاسم الشوط الثاني يبذل مجهود أكثر من الشوط الأول. محمد مبارك، إذن على ضوء كلام محمد عبد الجواد وكلامك وكلام أيضا الكابتن ساعد الحوطي بأن